السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل معاكم طريقة عمل البانيه. عندي التوابل: توم باودر، بصل، كمون، توم باودر، بصل باودر، بيضة، بابريكا، توم مفروم، مية بصل، وكوباية لبن، وبيضة، وملح وفلفل وكمون، ومعلقة دقيق، ومعلقة نشا، ونص كيلو بانيه منقوع ومغسول كويس بالليمون. شطفته كويس بميه وعصرت عليه ليمون، وشطفته كمان تاني. هنزل عليهم معلقه خل. وعندي هنا فيجيتار. يبقى التوابل بتاعتنا: ميه بصل كده، هنزل الاول ابطنها بالدقيق، وبعدين انزل في الخلطه اللي انا عملتها، المارينيه اللي انا عملته، تبطنيها كويس بالدقيق عشان الفيجيتار او البقسماط اللي عندك يمسك فيها كويس. الفيجيتار ده انا بجيبه متبل جاهز. لو البقسماط العادي بتتبليه كده، قلبه كويس وتبطنيها وتضغطي عليها جامد، تغطيها كده وتضغطي عليها. لو بتستعملي الفيجيتار البقسماط العادي بتتبليه، بتديله نفس التوابل اللي انت حطيتيها على الفراخ كده. ببطنها واقلبها الناحيه التانية، واهم حاجه الحروف علشان ما تتحرقش منك كده. لو تحطها في حاجه واسعه شويه بحيث ان انت تاخدي راحتك فيها. انا هنا يا جماعه بستعمل الفيجيتار العادي. هنا حضرت طاسه وفيها زيت، والزيت اول ما يسخن بتهدي عليه النار عشان ما يتحرقش منك. ارصه كده، اول ما ياخد معاك اللون الذهبي تقلبيها الناحيه التانية. تقلبيه كويس، اول ما ياخد اللون الذهبي تقلبي الناحيه التانية. وعلى نار هاديه متوسطه، يعني اول ما يسخن الزيت منك بعد كده تروحي توطي النار عليه عشان ما يستوي، عشان ما يتحرقش منك. تمام كده. هقلبه معاكم. اول مره تشوفيني يا ريت لايك وشير وسبسكرايب وتصلوا على النبي. وكل سنه وانتم طيبين، احنا في العشرة الاواخر من رمضان، ويا رب يعودها علينا وعلى الامه الاسلاميه بخير وصحه وسلامه يا رب. مطبخ شيزان تاج الدين. تمام كده. كده هقلبه الناحيه التانية. بصي خد اللون الذهبي، اول ما ياخد اللون الذهبي معاك كده تقلبيه عشان الكفر بتاعه ما يقلبش منه، ما يقعش منه. انا عملت على طول، ما حطيتوش في التلاجة ولا حطيته في الفريزر ولا اي حاجه. لو انت عايزه تخزني في الفريزر تحطيه في طبق فوم، وتحطي بين كل طبقه وطبقه ورق بلاستيك، منديل بلاستيك. بص اللون بتاعه دهبي ازاي وجميل. يبقى التوابل بتاعتنا: ميه بصل، فصين توم فرمتهم واديتها بصل باودر، توم باودر. بصي ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. واول مره تشوفيني لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسيش مطبخ شيزان تاج الدين. وانا عامله معاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عملت طبق سلطه بلدي ورز بالشعريه وشيبسي. وكل سنه وانتم طيبين، ويا ريت تصلوا على النبي. واختكم في الله
تشرفوني ان انتوا تشتركوا معايا في القناة. كل عام وانتوا بخير وبصحة سلامة، ومع الف سلامة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامة يا احلى اخوات واحلى متابعين. طبق سلطة ورز بالشعرية، وعملت شيبسي. ممكن تقدمي مع مكرونة، بس الولاد عندي ما بيحبوش المكرونة مع البانيه. وكل سنة وانتم طيبين، مع الف سلامة، ولايك وشير وسيب